أهم ليلة في السنة كلها. ليه؟ لأن دي الليلة اللي هترفع فيها الأعمال، يعني يا إما تبقى الصحيفة بيضة تماما وجميلة، يا إما تختم والعياذ بالله إن شاء الله ما نبقاش منهم. قولوا أمين. الله عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا تنزيلا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير. أنت مثلا عليكي سبحان الله 100 مرة، ها كام؟ 1000 حسنة كده بالبداية كده، 1000 حسنة. قدموا إيه صدقة قد كده 1000 حسنة. سبحان الله وبحمده 100 مرة، كان بتاخدش دقيقتين. غفرت ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. طب أعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز وباب من أبواب الجنة. الصلاة على رسول الله. يلا عايز همك يتفرج وذنبك يتغفر. إيه اللي أنا عايزه أكتر من كده؟ إن همي الله عز وجل يكفيه وذنبي الله عز وجل يغفره. يبقى خلاص أقول. خدي كمان حديث جميل في الذكر: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله عز وجل قال صدقت 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 صدقت، ثم يقول اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم ارزقني. قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ديننا جميل وسهل. خلي الليله دي ليله عباده وليله طاعه وليله قرب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اعمل ايه؟ اعمل اجيب اولادي ساعه اذان المغرب، لانها تبدا الليله من صلاه المغرب. اجيب اولادي واقعد على وقفي في المصلى اقول له رب انا جايه لك بالمساكين الصغير، اغفر لي يا رب، اللهم تب علينا، اللهم تقبلنا يا رب. اولادي ادعي بخير الدنيا والاخره. واقسم بقى يا اخوات، مثلا من المغرب للعشاء احنا هنستغفر مثلا 100 مره، هنسبح تعالى حبيبي قول سبحان الله وبحمده، نخله في الجنه سقانها من ذهب. وابتدي مثلا اقول طب يلا علشان مثلا ندعو الله سبحانه وتعالى. وكل طفل يعني اقول له يا رب سبحانه وتعالى انا يا رب انا جايه لك بضعفائي، انا جايه لك بالزراري يا رب، فاغفر لي وتقبلني ويغدق علينا يا رب، اختم لنا بالصالحات يا رب، اجعلها صحيفه صالحه يا رب، اكتب لنا سنه جميله وسنه حلوه وسنه ترضاها وسنه كلها عباده. كل الامور ديت بتعملها. بتقسمي مثلا بعد المغرب عباده، بعد العشاء عباده، هيناموا تكملي انت في الثلث الاخير من الليل انت وزوجك او انت لوحدك. اسمعي ابن القيم بيقول مقوله جميله جدا، بيقول لا تطيب الدنيا الا بذكر الله. صحيح، الذكر اللي مش ذاكر دوت زي الحي والميت، قلب خلاص ميت. يبقى لا تطيب الدنيا الا بذكر الله، ولا تطيب الاخره الا بعفو الله، ولا تطيب الجنه الا برؤيا الله سبحانه وتعالى.